السلام عليكم، ازيكم يا جماعه. في الفيديو ده عايز اتكلم معاكم عن اسهل تجربه تحويل من السعوديه لمصر. تمام، هو عن طريق بنك يمكن اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده، وهو بنك 360 او دي 360. تمام، الفكره كلها في ان البنك ده انت مش هتحول غير جنيه، لان هو مش بيديك خيارات ان انت تختار العمله اللي انت عايز تحول بيها. فهو التحويل اللي محطوط عليه مجرد ما بتختار البلد اللي انت هتحول لها، بيحط لك العمله بتاعه البلد ديت اجباري. فانت بتختار التحويل لمصر، فهو بيختار لك عمله الجنيه. تمام، وبيديك سعر تحويل يعني تقريبا كويس، ما فيش فيه اي مشكله. الرسوم المعامله رسوم معامله التحويل صفر، مفيش رسوم للمعامله. طيب، التجربه بالنسبه لي كانت على بنك ايه؟ كانت على بنك مصر. بتوصل في قد ايه؟ بتوصل في نفس اللحظه. يعني بروح اشيك عليها، يعني بنساها انا اصلا، وبروح اشيك عليها بعد مثلا في حدود الساعه، نص ساعه، خلاص هي بتكون وصلت او موجوده بالحساب. فطبعا يعني بند السرعه او التحويل اللحظي ده بيعتبر من الحاجات الكويسه جدا. سعر التكلفه في او رسوم التحويل طبعا ما فيش، فده بيعتبر برضو ميزه كويسه جدا. حاليا على الرقح بحوالي 17 ريال، على الانما ب 13 ريال. سعر التحويل كويس مقارنه ببعض البنوك التانية في الاسعار التحويل. فدي كانت التجربة. طبعا ايه اللي مطلوب منك عشان تقدر تفعل حساب او تنشئ حساب جديد على دي 360؟ مش مطلوب اي حاجة خالص غير وكده كده انت وانت بتعمل ريجستريشن على التطبيق، بيدخلك على نفاذ. فالامور كلها ما فيش فيها اي مشكلة خالص. وعندك طبعا امكانية ان انت بتطلع او تصدر بطاقة، وبتجيلك بعد حوالي 4 5 ايام. بتيجي عن طريق البريد، غير ان هي كده كده اصلا طلعت لك في مجرد ما انت طلبت البطاقه على البطاقه اللي هي الرقميه. تمام، فده كانت تجربه التحويل على من بنك دي 360 لبنك مصر في مصر. تمام، لو في اي حد عنده اي استفسار، طبعا البنك او اللي انت بتحول عليه او الحساب اللي انت بتحول عليه، هو طبعا بيديك خيارات: عايز التحويل ده لشخص ولا لحساب؟ طبعا انا جربت لحساب، وبتضيف الحساب دوت برقم الايبان. ما تنساش يكون معاك رقم الايبان عشان هتحتاجه في التحويل. السلام عليكم.